عمرك افتكرت موقف قديم بيضايق او بيضحك، فلقيت نفسك حاسس بنفس الضيق اللي كان عدى عليك بنفس الموقف، او حسيت نفسك بتبتسم لوحدك كده تلقائي لان الموقف كان كويس؟ موقف بيخوف فتلاقي نفسك بدأت تحس بضربات قلبك. موقف بيضحك او انسان سيرته كويسة وليك ذكريات حلوة معاه فتلاقي نفسك بتبتسم لوحدك. موقف مستفز فتلاقي جسمك بيشد. خبر مش كويس فتلاقي دماغك بتعكنن. كل ده بدأ بفكرة. عرفنا من الحلقة اللي فاتت ايه هي الفكرة، وانها عبارة عن نشاط عصبي مش حاجة مادية بتجري جوه دماغك بيتم تفسيرها المعنى، والمعنى دوت مخك بيفهمه على انه فكرة. تتقسم ازاي وايه انواعها وكل نوع عبارة عن ايه. وهنلجأ دلوقتي نتكلم عن التقسيمة اللي قلنا انها مهمة جدا واجلناها من الحلقة اللي فاتت، وهي ان الفكرة ممكن تكون مؤثرة على جسمنا او غير مؤثرة. الفكرة اللي قررت انها ما تبقاش مجرد نشاط عصبي ماشية في دماغك وخلاص، لا، قررت ان يبقى ليها بصمة مهمة جدا عليك. وده لان بعض الافكار بتبقى مشاعر بمجرد ما تفسرها بشكل معين. السلام عليكم، معاكم عبد الله الشورى، مقدم برنامج تعالى نفهم. بنتكلم هنا عن كل ما يخص تطوير الذات وازاي تبقى انسان افضل كل يوم. فلو يهمك المحتوى شرفنا بالمتابعة، وباذن الله نقدر نفيدك. موضوع النهارده دسم جدا، وهنوضح كمية نقط انت ممكن ما تكونش سمعتها في حتة قبل كده، فعايزك تفضي لي دماغك خالص جدا وما يبقاش وراك حاجة. وبدون اي اطالة تانية، لو انت من النوع اللي بيحب يجيب حاجة ويستمتع بيها وهو بيتفرج على الفيديوهات او الحلقات، فهات اللي بتحبه وسيبك مع موضوع الفيديو. عايزك مركز معايا وتعالى نفهم. قلنا الحلقة اللي فاتت إن الفكرة ممكن أقسمها من خلال التأثير لفكرة مؤثرة وفكرة لأ، وقلنا إنها ليها علاقة بالمشاعر وهنشرحها في فيديو كامل لوحده. بس عشان نشرحها لازم الأول نفهم إيه هي المشاعر. المشاعر من منظور فلسفي مش علمي هي عبارة عن أفكار ولكنها قوية لدرجة التأثير على أجسادنا. التعريف ده مش متفق عليه علميا لأسباب هنقولها كمان شوية، بس أنا عايزك تفهم إنها مجرد فكرة بس قوية لدرجة إنها بتأثر على الجسم. بتأثر إزاي هنشرحها برضه. المشاعر علميا عبارة عن عملية مركبة بتشمل التقييم الذهني، التغيرات الجسدية، الإحساس الذاتي، والاستعداد للفعل والانفعال. من جهة علم الانفعال أو اللي هو السايكولوجي في ايموشن بيشمل 5 حاجات: التقييم، استجابه فسيولوجيه، استجابه بيعملها الجسم، وبعد ما جسمك يستجيب بيبقى فيه ميل لحدوث الفعل، فده اللي هو الاستعداد السلوكي. الاستعداد السلوكي انك عندك ميل انك بقى تستجيب او تعمل، ده التعبير اللي هو رقم 4. رقم 5 التجربة الشعورية أو الخبرة الشعورية، الناتج اللي هتطلع بيه في الآخر من التجربة أو الانفعال اللي أنت عملته. وده معناه إن المشاعر مش مجرد أفكار مؤثرة، لا، ده نشاط كامل ما بين المخ والجسم، السلوك والوعي. وبرضه قبل ما نتكلم عن ماهية الشعور نفسه أو المشاعر لازم تبقى فاهم فرق صغير كده موجود في اللغة الإنجليزية. إيه الفرق ما بين ايموشن وفيلينج؟ الاتنين على فكرة ليهم نفس الترجمة، مشاعر أو أحاسيس، والاتنين موجودين في نفس اللغة. الايموشن هو الانفعال في حد ذاته، الطريقة اللي انت استجبت بيها أو الاستجابة نفسها. يعني أنا دلوقتي حصل موقف معين اتعصبت، فاللي عملته أثناء عصبيتي ده الانفعال الكامل، إن جسمي اتغير أو في حاجة أثرت عليا، دماغي بدأ يفكر إزاي، ده الايموشن، ده الانفعال اللي انا عملته. انما الفيلينج هو عباره عن الجزء الواعي من الاحساس او الانفعال. يعني ايه جزء واعي؟ يعني بكل بساطه مثلا انت دلوقتي لو قاعد في بيتك وسمعت ضرب مسدس نار بره وواحد مات، انت مثلا ممكن قلبك يبدا ينبض بسرعه، تبدا تخاف، بعض الناس هتبدا تخاف. انت بقى كونك ادركت ان انت خايف، انت على فكره جسمك بدا يخاف قبل ما انت بتدرك انك خايف. ادراكك لده هو ده الفيلينج، هو ده الجزء الواعي، انك بدات تفهم الحاله اللي انت فيها اسمها حاله خوف. طب ما برضه لازم نفهم ليه الجسم بيتدخل عشان يخليني احس بالاحاسيس ديت. ده لان المشاعر بتبقى محمله باستعداد للتصرف. يعني بكل بساطه مثلا انت حسيت باحساس معين لازم هتعمل حاجه كرد فعل. عدم اختيارك لرد فعل او انك ما عملتش حاجه يعتبر رد فعل في حد ذاته. مثال صغير جدا: الغضب. انت اول ما تبدا تحس ان انت بدات تتعصب هتبدا ترد او هتبدا تدافع او تواجه المشكله اللي قدامك. كل بس اللي بيهربوا. فانت اول ما تبدا تخش حاله الغضب بيبدا جسمك يتنبه، في مشكله فهنحلها. الحل عباره عن ايه؟ هنهرب او نواجه. فيبدا يجهزك لحاجه من الاتنين. او لما تلاقي حاجه بتبسطك، الحاجه اللي بتبسطك دي معناها انها بالنسبه للدماغ حاجه حلوه، حاجه كويسه، حاجه طلعت لي دوبامين، حاجه خلتني اشعر بالسعاده. اذا ما المانع ان انا
اكررها او اعيدها تاني، احاول اهيئ لها نفس الظروف. فانت هتبدا جسمك يأهلك انك تحاول تعمل الكلام ده في اقرب وقت ممكن. كل لما يحصل نفس الفرصه ان انت تفتكر نفس الموقف او تعمل له اشاره تعمل عليه اسقاط او تقول تاني نفس النقطه المفروض بتضحك، هتقولها الى ان تفقد ماهيتها او تفقد الاحساس المرافق لها. فالاحاسيس هنا مش معموله عشان تخليك تحس بس، لا، انما هي بتجهزك عشان تعمل حاجه تانية كمان بعدها. لو مسكنا احساس زي احساس الغضب، لو انت داخل خناقه فانت عشان تستعد للخناقه ديت او يبدا الجسم يجمع الطاقه بتاعته عشان يعرف يستحمل الخناقه، ما محدش هيخش يضرب كلمتين او ضربه خفيفه ويطلع. لو انت بتتخانق بجد هتخش تضرب جامد. فانت عشان تخش الحاله ديت مخك بيستجيب للفكرة اللي هتسبب الغضب أو هتسبب حالة المواجهة، وبالتالي هيبدأ يطلع من الهرمونات اللي هتحفز غدد تانية تطلع هرمون الأدرينالين. والأدرينالين ده لعلمك بيزود سرعة ضربات القلب، بيزود قوتها، بيعلي السكر في الدم، بيجهزك للحالة دي، حالة الفايت أور فلايت. ولو مش عارف ايه هي الفايت أور فلايت، يعني يواجه يهرب. لو انت فاكر من الحلقه اللي فاتت لما جينا شرحنا الفكره المسيطره، بنيت لك طريق كامل يشرح الفكره بتوصل لحد الشخصيه عامله ازاي. لما نيجي نحدد بعض الافكار المسيطره، الافكار المسيطره مش كلها افكار مؤثره. انا هنا بقى نتكلم عن الافكار المسيطره المؤثره. هنا هي ما بتبنيش اعتقاد اساسي، هي بتتحول لمشاعر، فبيبقى المسار مختلف حبتين عن المسار اللي عرضناه هناك. المسار الجديد اللي هي بتعمله بتبقى فكره، وانا بتكلم عن الافكار المؤثره فبفسرها بطريقه معينه. طريقه التفسير ديت بتعمل عندي استجابه عقليه تجاه التفسير، وبعد الاستجابه العقليه استجابه جسديه من خلال الهرمونات او الانفعالات اللي انت هتعملها. ده يخليك تحس باحساس معين، والاحساس ده هو يخلق عندك ميل للتصرف. وخد بالك انا قلت انه ميل للتصرف، ما قلتش تصرف، لان في بعض الناس بتحس بحاجات زي ان انت مثلا بتبقى عايز تضحك على نكته انت افتكرتها وانت قاعد في عزا وما بتضحكش. ليه؟ لان مش دايما الاحساس بيولد تصرف، هو بيولد ميل. انت عايز تضحك بس ما ينفعش. طب ازاي الفكره المؤثره بتتغير بالتفسير؟ ما انا حطيت التفسير تاني حاجه في السلسله، ومعنى كده ان هو بيأثر في كل بقيه السلسله. لو انا مثلا عندي طفل شقي وبيتحرك كتير، في اتنين ممكن يبصوا لنفس الطفل وكل واحد فيهم يفسر تفسير مختلف، وبالتالي رد فعله النهائي هيبقى مختلف تماما. الطفل الشقي ده بيتحرك كتير، في واحد شايف انه شقي، لا لازم اهمده لان دي حركه زايده او حركه مفرطه فلازم اهديه. واحد تاني ممكن يكون شايف ان دي طاقه عند الاطفال لازم يفضيها، لازم يتحرك، لازم يلعب، وان ده السن الطبيعي. فالمعلومة لوحدها مش كفاية اللي هو ان الطفل شقي، بل تفسيرك للمعلومة ديت جزء اساسي ومهم جدا عشان يخليك تحس باحساس معين وبالتالي يأثر على سلوكك. هل في نظريات بتفسر المشاعر؟ هقول لك ايوه في، متفق عليها او في حاجة ثابتة علميا؟ هقول لك لا. زي ايه؟ واحدة من اوائل النظريات اللي ظهرت في اواخر القرن ال19، نظرية للعالمين كارل وويليام. قال لك فيها ان مش لازم يكون في حدث بعد كده تغير جسدي عشان يخليك تقول ان ده انفعال. يعني مش معنى ان انا بخاف فبعدها قلبي يضرب فانا عرفت ان ده خوف، مش شرط ان ده اللي يحصل. هو بيقول لك بقى ايه، انت ممكن تكون اخدت بالك ان قلبك خبط بسرعه الاول وبعد كده شفت اللي حصل او الانفعال بتاعك فسميت الحاله دي كلها على بعضها خوف. او نظريه تانية في عام 1962 اسمها تو فاكتور ثيوري اوف ايموشن او تو ايموشن، بتشرح لك فيها ان ممكن يكون في تغير جسدي معين زائد تفسيرك لسياق معين هيديك تجربة شعورية. بمعنى انا دلوقتي حصل موقف ما، وليكن اني شفت حاجة مثلا مقرفة او حاجة مش على هواية، وتفسيري للسياق فيها انها مش حاجة طبيعية، يعني مش ده الطبيعي بتاعها. فانا باخد تجربة شعورية من ده، تلاقي جسمي كش او يعني رعش كده، رعشة صغيرة. فبالتالي اي موقف هيحط في نفس السياق ده هو هيديني نفس التجربة الشعورية، هسميه اشمئزاز او هسميه ان انا حسيت بالقرف. وبعد كده بدأت تظهر النظريات الحديثة لتفسير المشاعر أو السلوك والانفعال، زي مثلا نظرية ليزا فيلدمان باريت. دي واحدة من ضمن النظريات الحديثة اللي بتفسر الشعور. وبعد كده النظريات كترت والموضوع بقى أعقد وما بقتش حد قادر إنه يمسكه أو يتملكه ويحطه في دايرة واحدة. وده لأن المخ والجسم وتفسيرك للشعور وتجاربك السابقة بتساهم في بناء الموقف أو التجربة الشعورية بتاعتك. لو عايز تاخدها في مثال صغير تفهمها دلوقتي، تخيل معايا شخصين كل واحد منهم عدى بثلاث مواقف بتعصب. الاولاني عرف يمسك نفسه في موقفين والعصبيه ما تملكته في الثالث، انما الثاني ما يعرفش ماسك نفسه خالص في ولا موقف من الثلاثه. فلما الاثنين يجي يخشوا موقف رابع، هتتوقع مين يعني الغالب هو اللي هيتعصب اكتر؟ اكيد الثاني، لان هو ما عندوش اي تجربه
تخليه يعرف يمسك عصبيته. هل ممكن يمسك العصبيه بتاعته؟ ايوه ممكن، بس احتمالها قليل على عكس الاولاني. فانت شوف شخصين عدوا بثلاث مواقف بالعدد، يعني نفس عدد المواقف، الفرق التجربه نفسها عامله ازاي، الشخص كان عامل ازاي، جسمه استجاب ليها ازاي، وده بيكون عنده رد فعل مختلف عن اي بني ادم، وعشان كده احنا لا يمكن نتشابه. فالفكرة المؤثرة هنا مش مجرد حاجة بتلف في دماغك، لا ده كيان معرفي بالكامل قادر انه يغير انتباهك، حالك، جسمك، وتصرفاتك، وحتى قراراتك بشكل جذري تماما. يعني ممكن تفكر في فكرة دلوقتي ما تكملش دقايق تلاقي الفكرة في تنفسك وفي قلبك وفي عضلاتك. مثال صغير على حاجة زي ديت، لو انا جيت لواحد عمال يقول لنفسه وبيشبع راسه بفكرة ان انا فاشل مش عارف اعمل حاجة، انا عايز تفهم ان هو هيخش في حلقه صعب الخروج منها لحد ما حد يكسرها له او حد يعلمه ازاي يفكر صح. فاشل ديت يعني انا مش عارف اعمل حاجه، فهتتجنب المحاوله في حاجات عشان ما تبينش لنفسك انت فاشل. محاولات اقل معناها تعلم اقل، وبالتالي مش هتعرف توصل للصح بسرعه. فطول ما المحاولات اقل هتشوف اغلاط اكتر، ده هياكد فكره انك فاشل عند نفسك، وهترجع تعيد نفس الدايره تاني. على عكس واحد تاني لما بيجي في موقف زي ده، بدل ما يقول لنفسه انا فاشل بيقول انا لسه ما اتعلمتش. فلما يجي يحصل اي غلط معين او اي فكره معينه، هو فاهم في دماغه فكره ان انا لسه ما اتعلمتش ده بيحصل ازاي، فبدل ما يشبع راسه بفكره ان انا هقلل المحاولات عشان انا مش عايز اشوف نفسي فاشل، وبالفكره يعني محدش بيحب يشوف نفسه فاشل، هيبدا يحاول ويشوف الغلط اللي هو عمله فين ويصلحه لانه عايز يتعلم. طيب يا عم عبد الله، كل ده امثله لافكار مؤثره، فين الفكره اللي مش مؤثره خالص؟ هقول لك يا صديقي، هل كنت تعرف ان عدد ايام الاسبوع 7 ايام؟ معلومة زي المعلومة اللي أنا قلتها فكرة مش مؤثرة. لو ترجع لتعريف الفكرة قلنا إنها ممكن تشمل معلومات، والمعلومة دي لأنها لا غيرت حالتك ولا غيرت تفكيرك ولا عملت معاك أي حاجة، ده يخليها فكرة مش مؤثرة تماما. على عكس لو أنا قلت لك دلوقتي والدتك لا قدر الله راحت المستشفى مغمى عليها، دي فكرة هتخليك تتنشن، هتخلي عقلك ينتبه، ولو اتقالت لك بجد على أرض الواقع هتخليك تاخد تصرف مختلف. أنت ممكن هتستجيب للفكرة قبل ما تستوعبها أصلا، فده يخلي الموقف أول ما يتقال لك أو يحصل فعلا الفكرة دي فكرة مؤثرة فعليا على جسمك وعقلك وسلوكك. ولو اخدت بالك بقى دلوقتي الفرق ما بين الفكرة المؤثرة وغير المؤثرة، فده يفهمك ان الفكرة مش مجرد حاجة بسيطة وسهلة، لا ده حاجة معقدة وكبيرة جدا. طيب المشاعر قادرة انها تغير الجسم، بتغير القرار ازاي؟ هنا انت لازم تفهم ان المشاعر مش بتتحكم فيك بالكامل، ولكنها جزء كبير من البيئة اللي مخك بياخد القرار جواها. يعني بكل بساطة المشكلة مش في ان عندك مشاعر، المشكله انك تدي سلطه للمشاعر انها تاخد قرار من غير ما ترجع لك، ومن غير ما انت تبقى واعي بان انت اللي مديها السلطه دي بنفسك. لازم تاخد بالك ان الانسان تحت تاثير اي انفعال، حتى لو كان فرح، غضب، حزن، ايا يكن، قدرته على الحكم على الامور واتخاذ القرارات بتتاثر، بل بتقل بشكل ملحوظ. مش عند كل الناس، بس هي بتاثر في كله. ومن هنا الشريعة الإسلامية تبنت حكم جميل جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. يعني ما ينفعش وهو غاضب يحكم ما بين اتنين، وده لأنه القضاء محتاج تأني، محتاج عدل، محتاج حسن تقييم، محتاج قدرة على سماع الطرفين وعدم التأثر بأي مؤثر خارجي. إن القاضي ما ينفعش يحكم برضه في حالات الفرح الشديد أو التوتر والخوف الشديد، لأنها برضه هتأثر على الحكم، والفرح ممكن يخليه يتسرع أو إنه يقلل العقوبة على واحد معين من غير ما ياخد باله، والتوتر والخوف هيخلوه يتشتت وهو بيحكم. فانا عايزك تشوف معايا الفكره بوضوح. الاسلام هنا ما بيقولكش ان المشاعر وحشه، انما بيقولك ان في بعض الحالات النفسيه ما ينفعش تاخد فيها القرار، ما بتبقاش احسن حاله فيها. بيقولك اتعلم تعرف ايه الحالات او امتى انت بتكون مش في احسن حاله عشان تاخد قرار. طيب طالما المشاعر بتأثر على جسمنا وعلى قرارنا، المفروض اعمل معاها ايه؟ اقمعها؟ اسكتها خالص؟ هقول لك هنا الإجابة لأ. لازم تبقى فاهم إن في فرق ما بين قمع وتنظيم المشاعر. القمع بيمنع ظهور الانفعال دون حل جذري المشكلة، إنما التنظيم هو فهم والسماع للإحساس نفسه ومعالجته. فالتحكم في المشاعر مش إنك تسكتها، لأ، بل إنك تسمعها وتفهمها من غير ما تديها حق اتخاذ القرار من غيرك. طب هل في طريقة أقدر أتحكم فيها في مشاعري أو أنظمها؟ هقول لك أيوة، في طرق كتير، وأحسن طريقة منهم طريقة اسمها إعادة التقييم المعرفي. عايزك تتخيل معايا شخص جه ووجه لك إهانة معينة. إعادة التقييم المعرفي بتقول لك هنا اثبت واسأل نفسك الأسئلة دي: هل فعلا اللي هو قالهولي ده إهانة؟ خد بالك، اللي هو قالهولك ده حاجة أنت فسرتها على إنها إهانة، وطالما أنت فسرتها إذا دي فكرة مستنتجة، والفكرة المستنتجة أو المنتجة هي فكرة تصيب وتخطئ. فتسأل نفسك هنا السؤال، تبدأ تفصل ما بين الإحساس اللي أنت حسيته قبل ما تنفعل تجاه الحاجة، هل هو فعلا اللي هو قاله يعتبر إهانة؟ طب
انا قبل ما اسال السؤال ده ممكن اسال سؤال تاني، اقول هل انا فهمت قصده صح الاول؟ وبعد كده تبدا تسال نفسك الاسئله اللي هو هل بقى الموضوع يستحق ان انا ارد عليه؟ يعني انت بعد ما تفسر الموضوع كده وتسال نفسك السؤالين اللي انا سالناهم في الاول، هل الموضوع يستحق انك ترد، ولا لو سكت ممكن الدنيا تمشي؟ لو انت يا عم عايز ترد انا مش همنعك، بس اسال نفسك الاول ايه النتيجه اللي انت عايز توصلها؟ هل النتيجه من ردك حابب انك تخسر الشخص اللي قدامك، او حابب انك تعمل حاجه معينه؟ في فرق ما بين ان انت تعمل حاجه، لان ممكن يكون رد فعلك او الاستجابه اللي انت هتعملها هتودي النتيجه انت ما كنتش عايزها في الاول، بس لانه رد تلقائي منك انت يعني ما راعيتش النتائج هتكون عامله ازاي. عايزك تتخيل معايا اب وابن في المثال بتاع الاهانه اللي احنا لسه قايلينه. بعض الكلام اللي بيتقال في الزمن اللي احنا فيه، انا هنا ما بتكلمش على شتايم وما بتكلمش ان في لفظ خارج والكلام ده، انا بتكلم في منتهى ان في كلام عادي جدا ممكن يقول الابن يعتبره الاب انقاص او تقليل من حقه، فيتفاعل الاب مع الرساله او الكلام اللي قاله الابن تفاعل شديد جدا يخلي ابنه ينفر من ده. انت هنا بتشد عليها حاجه، انا عايزك يعني تفهم شويه ابنك ممكن بيقول ايه، بيتعامل معاك على انك اقرب الناس ليه فبيتعامل معاك زي زمايله ومش عارف ايه. يعني انت مثلا هم اقرب له منك، يعني انت مش هتحب ده اكيد يعني. فمثلا يعني لو انا هقول حاجه مثلا حصلت فعلا في ارض الواقع، انا شفت اب على النت فيديو صغير كده كان بيكلم ابنه وابنه قال له انا هوريك الويل، فالاب قبل ما ياخد رد اي فعل، ما هو كلمه الويل كلمه كبيره، الاب قال له ده اللي هو ازاي يا حبيبي، فراح الواد لسه عيل في حضانه مطلع ورقه وعليها صوره حوت، وحط بالانجليزي معناها ويل، فالاب بدا يضحك. لو كان الاب عمل اي رد فعل سريع كده كان عمل عقده لابنه. رساله بجد والله، حاول تفهم الرساله او تفهم الكلام اللي هو بيقوله، حاول تفهم هو نابع من ايه او بيتعامل ازاي، ايه السبب في الحاله اللي هو فيها، إيه اللي خلاه يقول كلام زي ده. ممكن الكلام ما يكونش حامل المعنى اللي انت فاهمه، انا فاهم ان ليك تقديرك وليك احترامك وليك الطريقه اللي انت بتفضلها في التعامل، ولكن كل واحد وله طريقته. ممكن تقعد توصل مع الشخص اللي قدامك لحل وسط ما بينكم انتوا الاثنين عشان تعرف ايه اللي يناسبك ويناسبه الاثنين في نفس الوقت، ان العلاقه مشتركه، زي ما بتاخد زي ما بتدي. ما ينفعش انت تدي الحاجه اللي انت عايزها وتاخد الحاجه اللي انت عايزها بس، اللي قدامك كده ما عندوش رغبه فبالتالي هينفر منك وهيحاول يقطع العلاقه معاك باي طريقه. فانت عشان تتقبل او تفهم وتتعامل مع الحاله ديت، انت لازم تكون الاول في موقف المستمع وتفصل احساسك عن اللي بيحصل. نرجع للموضوع الرئيسي، انت هنا في الفكره بتاعت اعاده التقييم المعرفي كانك بتقول للاحساس اللي جالك مره واحده ستوب، هل تفسيرك للموقف صح؟ ولو التفسير اللي انت فسرته حقيقي، فهل ردك مناسب لحجم الموقف او المشكله؟ هل في طرق تخليني اتحكم في احاسيسي او انظمها؟ هقول لك ايوه، ولسه قايلينها من شويه، هو انك تفصل هويتك عن احساسك، تفصل الحدث اللي بيحصل دلوقتي عن الاحساس اللي انت حاسه. يعني بدل ما تقول انا غضبان، قول انا شخص يشعر بالغضب دلوقتي. هنا انت بتفرق ما بين الحاله اللي انت بتحسها اللي هي الغضب والشخص اللي بيحسها اللي هو انت هنا في مكان الملاحظ، انت هنا بتشوف الغضب من بعيد مش انت الغضب. الطريقة دي منتشرة على النت بشكل تاني، هو انك تدي الاحساس اسم شخص معين وتتعامل معاه كما لو كان شخص. يعني بعض الناس ممكن تسمي الغضب عنترة، فلما يتعصب او يحصل موقف يخليه يشعر بالغضب يتخيل ان عنترة جاي يزور حبتين. الفكرة هنا بقى انك لازم تفهم ان انت مش الهدف انك تدخل حرب مع عنترة وتحاول تسكته او تقتله. الفكرة او المهم جدا انك تفهم ان عنترة ضيف جاي يزورك شوية، انت متعصب من الموقف اللي بيحصل دلوقتي مش هتفضل متعصب طول عمرك. فهل ينفع تسيب الضيف هو اللي يتكلم عنك طوالي؟ اكيد لا، مش هتسيب عنترة يحتل مكانك وهو اللي يتعامل مع الموقف، لا، لازم تكون انت مقدر عنترة ومقدر ان انت متعصب، بس نفس الوقت متملك الموقف اللي انت فيه وبتتعامل انت بنفسك. في طريقة كمان أخيرة أحب أرشحها لك لأنها كويسة جدا، وهي إنك تفهم وجود الإحساس ليه. يعني أنت بدل ما توقف الإحساس أو تسكته، تحاول تفهم الإحساس بيقول لك إيه. الغضب على سبيل المثال ممكن يخبي وراه احساس بالخوف، احساس بالظلم، انه ممكن يكون متهان فعشان كده غضبان او فاقد للسيطره. الحسد على الجهه التانية ممكن يخبي وراه احساس بالنقص او حتى في رغبه، او ممكن يكون مقارنه، انا بقارن نفسي باللي قدامي فالمقارنه غير عادله بالنسبه لي فبحسد اللي قدامي. كل مره هتجرب فيها طريقه من الطريقه اللي احنا قلناها هتبقى تكون واعي اكتر بالاغلاط اللي ممكن توقعها وانت بتتفاعل مع اي موقف إن كان. لما تبقى واعي باغلاطك هتقل انفعالاتك في الشده وبالتالي هتكون متحكم في نفسك اكتر. انا عايزك تفهم في الاول وفي الاخر ان اسوأ وقت تاخد فيه اي قرار في حياتك هو الوقت اللي بتكون فيه تحت تاثير الانفعال نفسه. مش لازم الاحساس يختفي عشان اسمي حضرتك متحكم فيه، لا، انت مش محتاج تحذفه، انت محتاج تتعلم تتعامل معاه وهو موجود بشكل صحيح. لان لو في كل مره هتيجي تحس باحساس معين هتعمل له سكيب او هتحذفه، هتضيع خبرات سنين جدا وهتضيع مواقف كتير جدا في حياتك ممكن تاخد منها متعه.
يعني انت الاحساس اللي انت عايز تعمله حذف دلوقتي او تعمله سكيب، هل دي اخر مره هتحسه فيها؟ اكيد لا، هتحسه كتير لسه في حياتك اللي جايه قدام. فكل مره تيجي تحس فيها الاحساس هتعمل له سكيب؟ هتشيله خالص من لحظات حياتك؟ اكيد لا. اتعلم انك تتعامل وهو موجود عشان لما يجي بعد كده ما يبقاش معضله، تتعامل عادي. وخد عندك في نقطة مهمة جدا لازم تفهمها، احنا بنتعامل غالبا على ان الغضب والخوف واي مشاعر سلبية هي حاجة وحشة تماما، وان المشاعر الكويسة زي السعادة، الفرح، الضحك وغيرها هي مشاعر كويسة تماما. وده مفهوم غلط ومش احسن حاجة تفهم بيها المشاعر. ما هو مفيش حاجة اسمها مشاعر كويسة ومفيش حاجة اسمها مشاعر وحشة. المشاعر بتعتمد على حاجتين: ايه وظيفتها وهتعمل ايه بسببها. ليه بقولك الكلام ده؟ لان رقم واحد في الاحاسيس هو الموقف اللي انت حاسه فيها. في مواقف انت لازم تراعيها، الاحساس مفيش فيه لا شر ولا خير، مشاعرنا مش اخلاق، يعني انت ما تدخلهاش في النطاق ده. مش شر وخير، مش يا صح يا غلط، لا هي في النص، هي في اللون الرصاصي. الخوف ممكن ينقذك لانه بيخليك تاخد احتياط، الغضب ممكن يخليك تحط حدود مع شخص ممكن يظلمك، الفرح والحماس ممكن يخليك تبدا حاجه كويسه جدا في حياتك. لكن زي ما هو خليك تبدا ممكن يخليك تتسرع. سواء كانت الفكرة مؤثرة أو غير مؤثرة، بتخلق اعتقاد أو بتخلق إحساس، فهي بتساهم في بناء شخصية. فما ينفعش أي حاجة تحسها تروح تصدقها، وما ينفعش أي حاجة تصدقها تروح تعملها. بكل بساطة مش أي حاجة أو إحساس هيجي جواك ينفع تسيبه يمسك دفة المركب شوية. لحد هنا خلصت حلقة النهاردة. لو عجبك الموضوع ما تنساناش من الاشتراك، ولو تعرف حد ممكن يستفيد مننا ابعت له الفيديو لحد ما أقابلك الأسبوع اللي جاي. شكرا للاستماع يا صديقي المشاهد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.